اختتم المؤتمر الدولي السابع لاتحاد النحالين العرب أعماله بالتعاون مع وزارة الزراعة وسط إقبال كبير من الدول العربية والأجنبية برعاية جامعة الدول العربية ومحافظة الغربية. ومع انعقاد المؤتمر انتقلت كاميرا نهار اليوم لقرية حصة شبشير بطنطا إحدى قلاع تربية النحل ورصدت أوضاع العاملين بتربية النحل. حصة شبشير مركز طنطا قرية مصرية حالها كسائر القرى، لكن بعزيمة وطموح أبنائها احتلت الصدارة في مجال تربية نحل العسل وتصدير منتجاته حتى أطلق عليها قلعة العسل الأبيض. القرية تحتل بنحلها ومنتجاته ومستلزماته شهرة عالمية يقصدها النحالون من البلاد العربية والأجنبية، الأمر الذي يجعل من هذه القرية نموذجا يحتذى به. تعداد تلك القرية يبلغ حوالي 15,000 نسمة، وشبابها لا يعانون البطالة، فالجميع يعملون في هذه المهنة منذ الصغر ويمارسونها أبا عن جد. بالنسبة لنا هنا كقرية بالنسبة لنا يعتبر ما عندناش بطالة، نسبة البطالة تعتبر معدومة لأنها كلها مهتمة بصناعة وتربية النحل. مفيش تقريبا عندنا هنا بطالة. مهنة النحل بالنسبة لي هي يعتبر إن أنا شايل مصاريفي في الأجازة. أول ما بخلص الكلية بقوم جاي طالع بشتغل في مهنة النحل، ودي بيوفرها لي عائد كبير قوي ليا. نحو 100,000 طرد نحل تخرج سنويا للتصدير إلى الدول العربية. وبرغم من كل تلك الحلاوة فإنه كما يقول المصريون الحلو ما يكملش، لأن النحالين يواجهون صعوبات تتعلق بتسويق منتجاتهم ويعتمدون على جهودهم الذاتية في توفير العلاج للأمراض التي تصيب النحل. بالنسبة لنا احنا هنا كل المشاكل اللي بتقابلنا ان مفيش تنسيق ما بيننا وما بين اي جهة معينة او جهة حكومية معينة بتنسق معانا في موضوع امراض النحل او في تسويق النحل. جاء انعقاد المؤتمر الدولي السابع للنحالين العرب في مدينة طنطا ربما ليسلط الضوء على هذه المهنة ومشاكلها، فضلا عن مناقشة أكثر من 40 بحثا علميا. احنا بنأمل طبعا ان احنا بنطلع بتوصيات جيدة جدا والاخوة النحالين يستفادوا من البحوث المشاركة في المؤتمر ويكون في هناك خطوة ايجابية للتبادل الثقافي والعلمي والتجارب. الحكومة ممثلة في محافظ الغربية تؤكد كذلك على اهتمامها بهذه المهنة نظرا لمردودها الاقتصادي. عندنا هذه الصناعة هناك مربين، واللي ساعدنا أكتر حاجة إن معظم الشركات أنا بسأله بقول له أنت التصدير بتاعك إيه؟ قال لي إحنا 90% من إنتاجنا تصدير، ودي حاجة دي اللي إحنا بنسعى عليها، إن إحنا يبقى عندنا صناعات رائدة في كل المجالات بحيث إن إحنا نفتح مجال التصدير للخام. من خلية إلى خلية يسعى أهالي شبشير. صعوبات المهنة لا تثنيهم عن أرزاقهم، ولا يثنيهم قرص النحل عن حلاوة عسله. أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الطريق نحو الكرامة 2030، والذي سيكون الوثيقة المرجعية للمفاوضات بين أعضاء الأمم المتحدة خلال السنة القادمة